ولازم في ميعاد الصلاة خلص المشهد وفي اوضتك وصلي، لكن تعطل الاستوديو كله ده عمرنا ما كنا بنشوفه. ده التغيير بقى اللي حصل في المجتمع. أنا ليا أعداء كتير. انتشر على السوشيال ميديا فيديو للفنانة إلهام شاهين وهي بتستنكر من صلاة لمخرج أثناء وقت التصوير، ولما سألوها قالت أنا ليا أعداء كتير قوي. يا ترى إيه حكاية الفيديو ده وليه إلهام شاهين قالت كده؟ خليكم معانا. قالت إلهام شاهين في تصريح خاص ليها: الفيديو أكتر من 20 سنة، ما عنديش تعليق عليه. أنا ليا أعداء كتير عايزين يطلعوا ترند عليا وبيعملوا أي مادة وينشروها. وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة إلهام شاهين تتحدث فيه عن تأثير السلفيين على المجتمع المصري، وقالت: المجتمع بقى متسلفن إلى حد كبير وكتير من الفنانين اتأثر بالأفكار. وكملت كلامها وقالت: أنا اشتغلت مع أحد المخرجين كان عادي وطبيعي، تدين فجأة بشكل غريب، الأذان يأذن يسيب التصوير وياخد معاه كل العمال ويقم بيهم. ده عمرنا ما كنا بنشوفه. لما تخلص التصوير صلي في اوضتك، مش توقف الشغل علشان ميعاد الصلاة. في منهم تأثر حقيقي بالأفكار. أنا شغلت مع أحد المخرجين كان عادي وطبيعي جدا، وفجأة تدين بشكل غريب بحيث إن الأذان يدن في كل أذان الكاميرا دايرة، يسيب الكنترول ويسيب الممثلين وينزل، ولازم العمال كلها وراه ويقف إمام ليهم يصلي مع كل صلاة. ولازم في ميعاد الصلاة خلص المشهد وفي اوضتك وصلي، لكن تعطل الاستوديو كله ده عمرنا ما كنا بنشوفه. ده التغيير بقى اللي حصل في المجتمع. احنا مش ضد كل واحد يمارس طقوسه الدينية زي ما هو عايز بما لا يتعارض مع شغلك، مش توقف الشغل عشان ميعاد الصلاة. ماما بتعلمني حاجات وانا بعلم الحاجات دي لبنتي. تعالوا شوف ماما علمتني ايه وانا بعلم بنتي ايه. اما عن الفنانة مروة عبد المنعم فقالت: انا هدخل الجنة بالصلاة مش بالحجاب، وده من خلال لقاء تلفزيوني ليها. قالت فيه: انا رافضة فكرة سني واني بقيت ماما، لا انا طفلة من جوايا لسه. واتهمت اهلي في فترة انهم عايشوني في عزلة عن الناس والحياة طلعت شرسة واتبهدلت كتير لحد ما عرفت اتعامل. وقالت: انهارت وقت وفاة والدي وجالي أزمة نفسية كبيرة وعندي فوبيا من الموت، وولادي مش هيحبوني زي أمي وأبويا. أنا دلوقتي مش عاجبة ولادي وبشوف إنهم مش مقدريني وبحملهم ذنب إني قاعدة لوحدي. أما عن التيك توك فكان السبب في إن الجيل الجديد عرفني وكان لازم أدخل لايفات التيك توك. وقالت كمان مروة عبد المنعم في خلال لقائها: لازم الفنان يطلع كل يوم عشان الجمهور يفتكره. أنا مبسوطة إني حقيقية وسط عالم مزيف، وإني ما غيرتش في شكلي خالص، والناس كلها بقت شبه بعض. ما غرتنيش الكاميرا والشهرة، وأنا بحب الفن من أجل الفن. وكملت مروة عبد المنعم كلامها برضو وقالت: الجمهور فاهم إني عشان طلعت على الكاميرا يبقى معايا فلوس كتير، وده مش حقيقي، وعندنا أقساط بيطلبوني في تكريم جامعات ومش بروح عشان بيكون حمل عليا التصوير مع كل الطلاب. أنا مؤمنة جدا بالحجاب، لكن يوم ما هنزل القبر هتسأل على الصلاة مش الحجاب. مش عشان مش محجبة أبقى كفرة، ودي ثقافة بشعة وفاهمين الدين غلط.